السلام عليكم يا جماعة. في الفيديو ده إن شاء الله جايبة لكم نوع بط تربوه بديل للفراخ البيضاء، لأن كلنا بندور على نوع يكون موفر في تربيته شوية عن الفراخ البيضاء ويكون مناعته كويسة. فبندور على اللي هو يعني حاجة أجمد من الفراخ البيضاء شوية، وهي البط ده يا جماعة اللي احنا جايبينه منه قال إن هو بيتذبح على 45 يوم وبيشيل 4 كيلو لحم. فأنا الوقت جايباه بقاله 3 أسابيع ومتابعاه أهوت. الحمد لله لحد دلوقتي هو ماشي فعلا أسرع من الفراخ البيضاء. وبيتهيأ لي ما كمّلش 3 أسابيع كمان. البَط ده أنا كنت جايباه مع الفراخ يا جماعة يوم بيوم، وحطيتهم اتحضّنوا مع بعض في صندوق واحد، وبعد كده لقيت البَط عمّال يعمل مَيّة كده. اللي بيربّي بَط عارف الطريقة بتاعة البَط إن هو بيعمل مَيّة كتير كده، فعزلته عن الفراخ البيضا، والفراخ البيضا هاورّيها لكم دلوقتي. البَط ده يا جماعة اسمه أهم حاجة يكون من مكان موثوق منّه يا جماعة، مش أي حد يقول لكم ده اسمه بَط بيور تاخدوه، لأ لازم يكون من مكان موثوق منّه. لإن ما بتفرّقش خالص بالبَط الباكين العادي. ده بَط بيور، وفعلًا أنا ملاحظاه بيكبر أسرع من الفراخ البيضا اللي هاورّيها لكم الوقتي. كان يعني من أول يوم وهو بيكبر بسرعة عن الفراخ البيضا. وهنشوف كمان هيتذبح على 45 يوم فعلًا والّا لأ، ويشيل 4 كيلو لحم. ده من مميزاته إن هو بيشيل 4 كيلو لحم في 45 يوم، 50 يوم. هنشوف كمان، بس هو لحد دلوقتي ماشي كويس جدًا. وهاصوّره لكم على طول ونشوف هيوصل لوزن إيه إن شاء الله. البَط ده يا جماعة اسمه بَط بيور، بَط بيور. أنا كمان شايلة نسبة العلف، يعني بادّي له بواقي أكل البيت مع نسبة علف قليلة، يعني تربيته كويسة موفّرة خالص، يعني هيلِم معاكِ بواقي أكل البيت وكمان يكبر بسرعة أكبر كمان من الفراخ البيضا. فده هيبقى حل كويس لو أنتِ عايزة تربّي حاجة عندِك في البيت تاكل بواقي الأكل اللي عندِك، بس برضه لازم في أقل حاجة خالص علف لمدة أسبوعين، أقل حاجة خالص لمدة أسبوعين. بعد كده ممكن تزوّدي العلف على بواقي الأكل، بس ما تمنعوش برضه لحد شهر. وبعد كده ممكن تقدّمي أي حاجة تانية. دي الفراخ يا جماعة اللي أنا كنت جايباها مع البط، وهو ما شاء الله هي الصورة ظالماه أو الكاميرا ظالماه، هو أكبر من الفراخ، ما شاء الله أكبر من الفراخ. ده غير كمان إن أنا ما بادّيهولوش علف صافي، لكن الفراخ البيضا باحط لها علف صافي. فأنا حبيت أفيدكم، يعني لو حد عايز يربي نوع من البط مقارب للفراخ البيضا، لإن كلنا عايزين حاجة سريعة يعني وتاكل معانا بواقي أكل البيت. يا رب أكون فدتكم، واستنوا الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.